الدولة صبرت على دراستكم في المرحلة الابتدائية والإعدادية. الدولة صبرت على دراستكم في المرحلة الثانوية والجامعية. الدولة أنفقت دم قلبه عليك وعلى أمثالك مشان توصلكم إلى هذا المستوى. فإياكم وإياكم النكران الجميل يا ابني. السلام عليكم. أهلا 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 أهلا. كيف حالك؟ كيف الدنيا؟ تمام. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يا فندم قسما بالله ان انا دفعت نقل قدم، والله العظيم ان انا دفعت نقل قدم، والله يشهد علي ما عندي يا فندم. لا يدخل. هي غلطتي الوحيده ما خليته يشوف على اللي اسمه هذا البصيره. ادخل بيت خالك بعد عن فاهم. هي شفت انا غلطان، انا ما فيش معي خلهم اصلا، معي خال واحد خالي ناصر هو عايش في البلاد، ما بالعماريه عاد زوج ابنه بعد العيد. زوج ابنه بعد العيد. ادخل. طيب يا فندم، والعربيات حقنا اين اتيتوهن؟ العربيات حقكم؟ ايوه. مش وقت العربيات. ادخل. يا فندم انا خليك يا فندم انا خليك ذحين مش وقت. اسمه هذا انا العربيه حقي ما شريته. عربية ذاك ادفع الغرامة والأدب أنت وهو وهتعرفوا. ايوه قول لي ها عينه اسمه مثلا انا من فين ادفع الغرامه والله عاد في جيبي فلس. مش هي مشكلتي، مشكلتك أنت. يا يوم الدبور يا يوم الدبور. والحين انا حارب ما اقول العمد الصفيه كلها تسلمك من الثانيه. خلاص بس خلاص يما، بس لا تبكيش وتحرقي قلبي. اللي ما يشتيناش ما نشتيش. بس هذا أخي شقيق ظهري، هو ما بنعتبرها مثل بنتي. لما صبروش علينا يا ولدي من يصبر علينا. كل واحد بيدور مصلحته يما، أكيد خليه يحصل مصلحته عند غيرنا، لكن اللي يعرفه هو هذا اللي يحرق قلبي. هو هذا رأي وفاء كمان. لا يا ابني، وفاء بتحبك مستعدة تنتظرك العمر كله، بس هذا رأي أبوها وأمها. ما قلت ليش؟ أصل كان حقك بعيد من هنا. يعني مش ما بعيد قوي ما له شيء. طيب اسمعها، جيب هذا حق عشاء ومواصل. ماشي يكفي انك دفعت لي حق غرامه الحجز. يا لطيف يا عبد النور يا أخي، عاد احنا اخوه، وصدقني لو معي فلوس كنت ادفع حق العربية حقي وحقك. تسلم. يكفي ان انا خرجت انا. ذا الحين اسمه هذا العربيات حقنا كيف نفعل بهن؟ ما بش حل الا ان احنا بكره ندور لنا على عمل ونجي نخرج العربية. ايوه صح. يلا. جلاء واو يما. قوم يا ابني شرك. أين أسير يما؟ خليني أرقد اليوم. قوم يا ابني روح كمل معاملة الوظيفة حقك. يما ما فيش فايدة، خليني أرقد أنا ساهر للصبح. عايز فير ربي ما نسهرك يا ابني، زيدني وملك شوية لما اروح احضر لنا الصبح. كلي منتو بالله والزحمة، لا ما عادوا هذا، كل ما نروح مكان نجي هو أعظم من الأول. كذي بختنا أما سيدنا الحقوق بعدنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هيجي نجسنا نكبر احنا عن بينا عمل. احنا ثلاثة انت عقول تاني يا اخي. يا بسماش واحد بتاع. الحمد لله رب العالمين. زيد كل ابني كمل اكلك. خلاص ما شبعت والله الحمد لله. وين عم تروح يا ابني اليوم؟
أنا تروح اليوم. والله ما أنا داري ما أين أروح اليوم، لكن قدو ساعة كل يوم أزر أتابع بعد معاملة التوظيف هذه، ولو أنا داري إن ما بش فايدة. ولو يا ابني روح شوف لك واحد من أصحابك ينفعك، ولا من معارف أبوك الله يرحمه. الله يرحمه. ما قد النفوس تغيرت ما عاد يستعول، وأنا خايف أسلا عند واحد منهم مطلبوه ويردني. ما يردكش يا ابني، كما قد أبوك خدمهم وقدم لهم الجمايل، كلهم قدهم رجال يا ولدي كبار مسؤولين في الدولة، وخاصة هذاك عمك عبد الرزاق. الله يجعل الصدق خاطر شمه، دعي لي. الله يسهل لك طريقك يا ولدي، الله يسهل لك طريقه ويفتح وجهك إن شاء الله. قد كنت أنا فوق السيارة دافوني الله لا يحكم خير. اجلس اجلس هنا يا صاحبي، ما يأخذ الواحد إلا رزقه. ليحين يا أرحم الراحمين. يا بنتي كوني مرة وحتى تسويش بقسمة ونصيب. كدو باين أهم شي طيبتوا نفسكم وفسختوا خطوبتي أنا وجلاء، وللحين كنت تشتينا ننتظره، قد انتظرنا كثير. ابصري صاحباتش كلهن تزوجن من قبلش، وهو رابطلش معاه 3 سنين. انتي لو انتي يتمناش أكبرها كبير، مش دليل هذا اللي ما قدرش يحصل حتى وظيفة. وهو ايش يصلح؟ الظروف هي هكذا، انت عارفة ان هذه الأيام ما حش بيحصل الوظيفة بالسهل. الظروف ظروفه وحده، أما انه احنا بش معاه لا وألف لا. يعني ما بش علي ملامة، اللي صابر على جلال 3 سنين ولا في وجهك ملامة، وعين العقل اللي عملتها يا أخي عبد الجبار. وبعدين قال المثل اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك. إنها والعريس هذا عينه، إنها قصدي أنت قد سألت عليه. موجود، حسب، نسب، أصل، فصل، وفوق هذا كله يا عبد الجبار ما بيتكلم إلا بملايين، وعيسافر بنتك وفاء الخارج. الخارج؟ ليش مش عايش في اليمن؟ لا يا أخي عبد الجبار، هو جا غير لها هنا زيارة. سبحان الله العظيم، ما شاء الله والحظ معاه بنتك وفاء، حظها قوي، عوضها الله أحسن من الأول. إيه بس أنت داري لك. اسمع يا أخي عبد الجبار، الله سبحانه وتعالى بيقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. أخي عبد الجبار، الرجال شاري بنتك ومستعد يدفع كم ما تشتي. خلي بنتك وفاة تهنا في الدنيا إن شاء الله ما يقع لها خير. مريم دير أرجوك، أنتوا طلبة مستهترين، طلبة فاشلين، زي ما بتلتزموش به، طابر بتأخروا عنه، واجبات ما بتعملوهاش، وكل المدرسين بيشكوا منكم، ودرجاتكم أمامي زي الزفت. يا أستاذ يا مدير الله يرضى عليك، احنا نوعدك إني تكون أعلى درجة، بس سامحنا هذا المرة. أنا صدقتكم أكثر من مرة، هذا الكلام ما يمشيش علي. الآن كل واحد منكم يصير يجيب ولي أمر للمدرسة. هيام يا مدير قلت قلنا لك آخر مرة، وأنا قلت ما تخش المدرسة إلا ولي أمرك معك وتعمل لي تعهد هنا. يا أستاذ الله يرحم والديك، آخر مرة حسبها. هذا آخر كلام عندي، يلا مع السلامة. عبد النور هذا محيوب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف أنت؟ الله يسلمك. لو سمحت يا صاحبي،
قل لي ما دخله انا. واقف من الصبح ادور لي على عمل. تدور عمل؟ ليش وين اديت المطر حقه؟ المطر حقي محجز في الملوش. الحمد لله على السلامة، والله ما لعلم انك عملت حادث. اي حادث؟ المرور هذا الايام اي مطر بتلقى بتنسى كيف؟ وقد حجزوا كل المطرات. مش نداري الحين عارف كلهن؟ الله اعلم، بس قالوا ننتظر لو ما يناقشوا قضيتنا في مجلس النواب. تقول احنا اصحاب العربيات يناقشوا قضيتنا في مجلس النواب؟ ليش؟ او قد معك عربية؟ بس حبسوني انا وياها امس. انا بس خرجت على سبة فعل الادب. الحين كيف نعمل؟ والله لو يدرى بي انه عفني. المدير هذا لازم يتأدب. احنا نبشر خبرتنا وندبر التوظيف الساعة الناس. مالك يا توظيف انت حسك في الضرب والمضرب. اسمعوا انا معي لكم خطة جهنم. ما هي؟ جو معي وانا بكم. كيف جاوبنا؟ لحظة ها؟ هبز هبز ولا بدي لك حجرة؟ لا ما يحتاج. ما يحتاج فعلا. ما يحتاج. بيت ابوك بيت ابوك تدقدق ما انا دقدق. مالك هذا لحظة بيت في حارسي قدامك تستأذن من الحارسي. طيب كويس. هذا الحارس طرح لنا الناس ليه؟ خلاص طيب انا اسف. ما تطول. حاضر اشتي اقابل عمي عبد الرزاق. عمك منو؟ عبد الرزاق. ايه عبد الرزاق عمك حياك الله خريج دفعة. كيف حالك اخي؟ قال عبد الرزاق عمك ما تسمي عبد الرزاق عمك اسمه الاستاذ عبد الرزاق. حاضر الاستاذ. حاضر خلاص اشتي اقابل الاستاذ عبد الرزاق. تقابل الاستاذ عبد الرزاق معك موعد معه مسباق ولا؟ يا اخي ما بش بيننا مواعيد قل له بس اشتي اقابله. ايه ما بش بينكم مواعيد ايش تدخل كذا؟ ما اسمك انت؟ قل له جلال. ها؟ جلال قل له جلال. اقول له جلال. ايوه جلال بسرعة. حياك الله يا جلال. خلاص يا جلال انا شبلغه وانت انحش لك من هنا. رجعت بعد شهرين ان شاء الله. يعني مش موجود؟ بعد شهرين يرجع وانت بس مش عليه. طيب ليش كثر هدار؟ ابحث كم نسيت ابحث. لا فالفلنزا هذه المسموح. الله يقلعك. قلنا له ابحث فالونزا ما عجبوش. اقول لك فالونزا ما اسمه انا ما نشتري ما اسمه. اللحفة شنو اللحفة؟ فتح الله عليه وانا يفتح الله علي. ألف 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 مبروك يا أستاذ. والله إنك تستاهل هذا المنصب وأكثر. عندك من زمان أيام الدراسة مالك. وأنا والله فرحان لك من كل قلبي. واعذرني إذا جت هذه التهنئة متأخرة. أنا مشغول ببعض الظروف الخاصة. زي هذا المعاملة التوظيف هذه اللي والله ولا خرجت إلى الآن بنتيجة. الله يبارك فيك. والله أنت هنيئتك على قلبي مثل العسل، لأنها نابعة من قلب صافي. مش ساعة بعض الناس بيجي يزورك ولا يهنيك وقد ذا شيء منك تشخط له ورقة تكمل له وظيفة، يعني معاملات وإجراءات إدارية، ساعة ما تقول استغلال عيني عينك. أمانة. أيوة وأنا عاد راكن لأنه ينفعني ويتوسط لي. الحليم تكفيها الإشارة يا جلال. شلوا عليك الصماد يا عم شلوا. والله كنت استخبيها العيد. اسمع يا عم احنا نسي نتفق معاك اتفاق. ايوه اسمعوا انا بصراحة اعرف ايش قشقي. اعرف اتحمل حجار، اتحمل بلوك، اتحمل بلاط، اتحمل سمنت، اي حاجة فيها تحمل انا مستعد. اما ان انا اكذب عليكم اقول لكم ان انا اعرف كل حاجة، يعني اعرف ارنج ولا اعرف ابلط ولا اعرف اقصص ولا اعرف اسبك، يعني بين هذا الذي باسمه هذا يسبر القصي، ولا اعرف بالكهربيات. هؤلاء والله ما انا داري من يجولن كلهن. ايوه الصدق صدقه، والمثل بيقول الذي اول النور اخر شرط. هالي اول الشرط اخر النور. بعدين اسمع يا عم
احنا نشتيك في عمل سهل وبسيط ولا في اي تعب، عمل لا في التصيب ولا في التحمال، وبعدين تقبض حقك كاش ماني. الله يبشرك بالخير. والله انا بحاجة الريال اشتاخ الرجال العربية حقين من الحبس. المهم انك تنفذ اللي نقول لك بالحرب الواحد. طبعا انا من النوع الذي ينفذين اقول لك مش زعما بعض الناس يجي يقول لك على كذا وكذا وانه يسبرين كلهن ومدري ما هو. انا يجي اقول لك مدري ما هو، يعني انا مش انه سعم لا يا سعم سامح قالوا هو يعني ما مش من النوع الذي يقول لك ذي بعدين ما مش احسن من ذي صدق لله. يعني انا مدري ما هو لما جاي مرق يعني مش انه سعمها انا فاهم، بس انه الواحد انه يفصلهن ويقول لك سبرهن رتبهن ولا يتحمل ما بيحسن يتحمل. لكن بعض الناس يقول لك انه بحافظ لهم كلهم بيجي يقول له هو ما مش احسن من الموضوع. المهم انه يكون العمل بسيط. يا خديجة أبوش يا خديجة الظاهر انها جاب حي اسير بس ما انتي كملي الخبز. ها أين أنت؟ ما هو ما قد دخل. زغردي أم وفاء معيلش خبر أي طيرش من الفرح. خبر ايش من خبر؟ أي جو ناس يطلبوا يد وفاء. امانه من هم وكيف هم؟ لا تقوليش انهم ساعة ابن اختك جلاء. لا أين أنت وين؟ أين السماء من الأرض؟ هذا رجال أبهات ما بيتكلم إلا بالملايين. السيارة والعمارة عمارات والمحلات محلات، إلا ما هي ليش؟ ما شاء الله. أما مثل هذا عريس ولا بلاش؟ وفاء يا حاج. ما أكثر الأصحاب حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليل. لا معقول يا ربي ما عاد أحد بينفع أحد إلا إذا مع مصلحة مني. معقول دحين أنا كل ما يصير عندي واحد يهرب مني. يا رب أصدق الدعاء والسماء مفتوحة بالمطر. يا رب هيئ لي من يعاونني وينفعني، أنا قد تعبت. يا عمو تشتري مني الله يحفظك ويديلك عمل. ما هذه والله انك اتيتيها، ما دراش اننا بندور عمل. كتب عننا الفات لكن نشتري الله نديلك عمل. يا رب ان انت تديلي وظيفة كبيرة. عاد تقوليش كبيرة، نشتي وظيفة حتى صغيرة، حتى 4 في 6 سهل حمد وشكر. يلا ما دام دعيت التعب الحالي هذا نشتري من الشباب. هذا اللي بين. اسمعوا يا شباب. نعم. داحين اليوم عبد النور عايزين معي لانني صاحب الفكره. صح. سواء ويوم ثاني ان شاء الله لما نغير في شكله ولا في اللبس ولا يتغير شويه انت مع واحد منهم على طول. تمام تمام. انزل يا عبد النور. هيا يا كبو. انا عسير من داخل افتحها. انا سيارة خالي ناصر ما هي فتح لنا هذا. ناظر خالك ناصر في البلاد. وانا ما دخلت تقدر جيت فتحت من هذا. لا هنا الله يرضى عليك. اخطاء كذا وصلنا دحين. هي هذا البيت. اي بيت؟ هذا المدرسه. ايوه المدرسه هذه جينا على اساس انك ولي امري. من انت؟ من انت؟ انا ابنك. اي انا ابنك؟ انا ابنك. انا ابنك واسمي سامي وانت ابي. من انت؟ انا ابني. ابن من انا دحين؟ انا ابنك وانت ابي واسمك كريم نشوان. دحين من انت؟ انا مش ابنك والله ما انا ابنك. ايوه انت اسمه هذا انت ابني. انا ابنك وانت ابي. وباسمك؟ عبد النور. عبد النور هذاك انساه، هذاك في البلاد في حراج العمر، لكن هنا انت على اساس انك ابي ولي امري. باسمك؟ باسمها ابي. ما عاد عبد النور صح؟ ما عليك. احنا سعمنا واحد ثاني. يا سعم واحد ثاني. ايوه. وباسمك؟ ظهر لي انا مثلك واحد. ايوه. وباسمك؟ ابوك. ايوه. باسمها ابي؟ سامي. انا سامي. ابي اسمك كريم نشوان. ايوه. باسمك؟ وانا باسمها ابي.
برا انت اسمك انت لا احد باخرها انت سامي وانا عبد النور. انا بعد ما عبد النور ردينا من هنا باسمه هذا ورع ابي انا ابوك. ايوه باسمه كريم. ايا كريم ابي اسمك كريم بفتح الكاف. كريم. ايوه كريم نشوى. ايوه ارضي عليك. وانا من؟ عبد النور. انا سامي. ايوه انا سامي. عبد النور بعد احد ما شو انا. ايوه ما بحد. سامي عشان عبد النور. انا سامي وانت ابي. وانا سامي عشان عبد النور. واسمك ابي؟ باسمك ابي؟ سامي باسمه هذا كريم. ايوه كريم نشوى. انا ادخل لها عند المدير. أيوة. نقول له ان انت من؟ ابي. ان انا مش انا عبد النور. ان انا باسمه هذا ان انا كريم. انك كريم نشوى. ايوه انا كريم نشوى. الحمد لله يا بنتي قدر لطف. ولا كنتي عاد تحرقي ساعدش كلها. حرقة النور يتعالج أمه، لكن حرق القلوب اللي ما يتعالج. وانتوا شو تحرقوا قلبي وانا بدكم يمه. يا بنتي عقل. احنا ما نزوجش الا لان احنا بندور سعادتش. بعدها يا بنتي العريس الذي حول به ربي لش اي يعيش في سعاده ونعيم واي بنت تتمنى. انتوا شو تبيعوني يمه؟ ما سعادتي انتوا عارفين مع منادكم. وفاء لا يسمعش ابوش لا يقتلش. هذا التنظير وهذا الشاشه تعالي لها فوق الحريق. وانت يا بنتي ما بالله انتبهي لنفسك. لازم تساعدونا يا ولد، لان التربيه والتعليم مش مهمتنا احنا وحدنا في المدرسه. لازم يكون للبيت وللاسره دور، ودور مهم جدا. والطالب سامي اذا استمر على هذه الحاله عمره ما يفلح ولا ينجح، لانه طالب مستهتر وطالب فاشل. وهذه الدرجات ممكن تطلع عليها. الدرجات ما شاء هذا قلب العكس. العكس يا ولد. قلب يا قلب هكذا. هذا ما بيش فين صورة في الملف. بالله ما شاء الله. كيف ما شاء الله؟ بنقول لك ابنك له 3 سنين في صف واحد تقول لي ما شاء الله؟ مش انت عارف ان له 3 سنين في صف واحد؟ والله ما حد قال لي 3 سنين وانت جالس راسب. 3 سنين بكلها ما بتفعل. 3 سنين بتقول لي ساير من المدرسة، جاية من المدرسة 3 سنين ما جالس بين اشقاء عليك. حنيت الدراسة من بطني، كان المفروض ادرس انا، خليتك تدرس انت، وحنيتها من بطني عازب تدرس، تقول لي 3 سنين وانت راسب؟ جالس بين اشقاء عليك من شارع لشارع، كودي بالعربية جالس بين اسحب بسحب الرصيد من البنك، وانا 3 سنين جالس راسب. ما بتفعل ساري بشنطة وراجع بشنطة وتبزر كتب، جي عاوني قال معي دراسة، جي عاوني قال معي مذاكرة. 3 سنين. عبد النور والله ما ادي لك اياه.